مين فينا مش بيحب العرايس البلاستيك وكان عنده عروسة يلعب بيها وهو صغير؟ بس في الآخر ممكن تكون رميتها أو ضاعت منك. بس هل عمرك كنت ممكن تتخيل إن العروسة ترجع علشان تنتقم منك؟ قبل ما نحكي قصة النهاردة حط لايك واكتب لي كومنت يحمسني إني أكمل باستمرار، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك إني نزلت قصة جديدة وتكون أول واحد يشوفها. ويلا نبدأ قصة النهاردة. البيت كان هادي بشكل غريب وأنا واقفة في المطبخ بجهز العشاء، لأن جوزي كان مسافر في رحلة شغل لمدة 3 أيام، سايبني لوحدي مع بنتنا نانا. كان وحشاني أكيد، لكن كان إحساس لطيف إني أقضي وقت مع بنتي. وأنا بقلب في الحلة ما قدرتش أمنع نفسي من الابتسام وأنا بفكر قد إيه نانا كانت جميلة في الفستان البنفسجي الصغير اللي أنا ساعدتها تلبسه الصبح. كانت مصرة تلبسه طول اليوم وتلف بيه حوالين الصالة. ضحكتها ملية البيت. ريحة الأكل ملت المكان، وبدأت أجهز السفرة وأنا بنادي نانا: الأكل جاهز يا حبيبتي. استنيت الرد المعتاد بتاعها: جاية يا ماما. لكن ما كانش فيه أي صوت. حاجة غريبة، نانا دايماً بتكون سريعة لما الأكل يبقى جاهز. ناديت تاني بصوت أعلى شوية المرة دي، لكن برضه ما كنش في رد. مسحت إيديا في الفوطة وطلعت السلم فوق ناحية أوضتها، فاكرة إنها نامت أو حاجة. وأنا بقرب من باب الأوضة حسيت إن فيه هدوء غريب في الجو، هدوء غير طبيعي خلى شعر رقبتي يقف. فتحت باب أوضة نانا ودخلت. حاولت أنور النور لكن الأوضة فضلت ضلمة. نانا؟ ناديت بهدوء وأنا بدخل الأوضة. رعشة عدت في جسمي ولاحظت حاجة مختلفة. كان في شوية عرايس في الأوضة، عرايس عمري ما شفتها قبل كده. كانوا قاعدين على السرير، التسريحة، وحتى الأرض. عينيهم الزجاجية كانت بتلمع في الضلمة. قلبي قفز لما تعرفت عليهم. دي كانت نفس العرايس اللي كنت بلعب بيهم وأنا صغيرة، العرايس اللي نسيتهم من زمان. إزيكم هنا؟ قبل ما أستوعب المنظر الغريب، صوت كسر الهدوء: ماما، ده وقت الشاي. الكلمات كانت هامسة بالكاد، لكنها بردت دمي. لفيت على الصوت وشفت نانا قاعدة على ترابيزة الشاي الصغيرة بتاعتها، ظهرها ليا. كانت قاعدة من غير حركة، حاطة إيديها الصغيرة على الترابيزة قدامها. نانا، أنتي كويسة يا حبيبتي؟ سألته بصوت بيترعش. حاجة في قعدتها كانت غلط، مش طبيعية، مش حقيقية. وأنا باخد خطوة أقرب لاحظت إن العرايس كانوا مترتبين حواليها في دايرة، عنيهم الفاضية مركز معايا. وقفت مكاني، الخوف بيتسلل لقلبي. مديت إيدي ألمس كتف نانا، لكن أول ما صوابعها لمستها وقعت على الأرض زي الدمية المكسورة. إيه اللي بيحصل مع بنتي نانا؟ اتصدمت أول ما شفت وشها. نص جلدها كان مش موجود، وعضلات وأنسجة ركبتها باينة. ضوافرها كانت مخلوعة، وصوابعها الصغيرة مليانة دم ومجروحة. رجعت لورا، قلبي بيدق بسرعة. لكن قبل ما أقدر أستوعب الموقف سمعت الصوت تاني، الصوت ده الرقيق والهادي: ماما، ده وقت الشاي. لفيت بسرعة، عيني مفنجلة مليانة رعب. ما كانش في حد هناك، مفيش غير بس العرايس قاعدين من غير حركة. ومع ذلك كنت حاسة بوجودهم، عيونهم بتنخر فيا. حاولت أفهم إيه اللي بيحصل. هو أنا بخرف؟ هل ده بس كابوس مرعب؟ وبعدين شفتها من الضلمة، عروسة بدأت تتحرك. كانت العروسة اللي من غير راس، كانت لابسة نسخة صغيرة من نفس الفستان البنفسجي اللي نانا كانت لابساه. إيد العروسة الصغيرة ماسكة صينية شاي وهي بتتحرك ناحيتي بنعومة غير طبيعية. ليه سبتيني يا ماما؟ الصوت كان زي صوت الأطفال، لكنه كان مظلم وشرير. العروسة وقفت قدامي، رفعت الصينية كأنها بتعرض عليها كوباية شاي. رجعت ورا، مش قادرة أصدق اللي بيحصل. استحال ده يحصل. حاولت أصرخ أو أطلب المساعدة، لكن ما فيش صوت بيطلع.
العرايس قربت، حصروني، إيديهم الصغيرة بتشد هدومي، بتشدني لتحت. حاولت أقاوم، أضرب، لكن مسكتهم كانت حديد صعب أفلت منها. ماما، مش عايزة تلعبي؟ العروسة اللي من غير راس سألت، صوتها جاي من كل مكان، بيرن جوا دماغي. حسيت بحديد بارد بيلمس رجلي وبصيت لتحت برعب. شفت عروسة تانية ماسكة سكينة صغيرة وحادة، عينيها بتلمع بشر. السكينة غرست في رجلي، الوجع كان زي النار في جسمي. صرخت وفضلت أقاوم جامد، لكن العرايس ضغطوا عليا، وزنهم بيخنقني. جروني ناحية ترابيزة الشاي وأجبروني أقعد على الكرسي الصغير. العروسة اللي من غير راس قعدت على الترابيزة، إيديها الصغيرة بترتب طقم الشاي بعناية. والمقرف أكتر إنها خدت واحدة من ضوافر نانا اللي كانت مدممة ومقطعة وركبتها على صباعها كأنها بتكمل نفسها بقطعة من بنتي. كنت بعيط، دماغي بتتهد تحت ضغط الرعب اللي بلا رحمة. أرجوكم سبوني، لكن العرايس بس كانوا بيبتسموا، تعبيراتهم ملتوية وسدية. وقت الشاي يا ماما، وقت الشاي يا ماما، وقت الشاي يا ماما. كانوا بيكرروا، صوتهم متداخل زي سيمفونية من الجنون. وأنا في قمة الرعب وفكرة إن الكابوس مش ممكن يبقى أسوأ من كده، بحلقت جامد بعيني. شفت بعيني دميتين صغيرين بيقربوا شايلين صينية ما بينهم. على الصينية كان في راس العروسة القديمة بتاعتي اللي كنت بلعب بيها وأنا صغيرة، بس ما كانتش بنفس جمال ولطف العروسة القديم بتاعتي. الرأس كانت متعفنة، الجلد متشقق ومتقشر، عين واحدة مفقودة والتانية لونها أبيض معتم. العروستين حطوا الصينية جنب جسم العروسة اللي من غير راس، حركاتهم متناغمة بطريقة مرعبة. قعدت أتابع برعب وهم بيركبوا الرأس المتعفنة على الجسم ويلفوها بطريقة بشعة لحد ما تعمل صوت طيق علشان تركب في مكانها. للحظة كل حاجة كانت هادية، وبعدين ببطء بدأت الراس تلف. بوق العروسة فتح بصعوبة بصوت خشن ومشوه. العروسة قالت: الحمد لله على السلامة يا ماما.